السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة المتواضعة والفيديو البسيط اللي هجدد فيه شوية أفكار ومعلومات. وأنا سعيد جدا للناس اللي بتشاهدني من جوه مصر ومن خارج مصر ومن جميع العالم اللي هم بيشاهدوني ويشجعوني على فيديوهاتي. النهارده يا جماعة احنا في جو شتاء والنفسية تعبانة. النهارده أنا جاي أقدم لكم معلومات بسيطة. بصوا يا جماعة، احنا النهارده عبر الفيديو مش جاي نتكلم بس عن التمرين وخلاص، لا، احنا جايين نتكلم عن اسلوب حياه كامل. الرياضه مش عضلات وبس، الرياضه عقل وصحه ونفسيه قبل اي حاجه. اول حاجه التدريب الرياضي. التمرين الصح مش انك تكتم نفسك في الجيم. التمرين الصح انك تفهم جسمك عايز ايه. كل مرحله لها تمريناتها وكل سن ليه شغل، ومفيش حاجة اسمها تمرين واحد ينفع لكل الناس. نيجي بقى للغذاء والتمثيل الغذائي، وهو أهم حاجة. إن أنت ممكن تتمرن أحسن تمرين في الدنيا، ولو أكلت أكل غلط مش هتشوف نتيجة. الأكل هو الوقود أو الطاقة اللي بتديها اللي جسمك بياخدها. التمثيل الغذائي هو المحرك. لما تظبط اكلك وتفهم جسمك بيحرق ازاي، هنا بقى تبدا النتيجه الحقيقيه تظهر على جسمك، على لياقتك، على نفسك، على قدراتك اليوميه. ونقطه مهمه قوي، الطفل وتطويره. الرياضه للاطفال مش مجرد رفاهيه، ده اساس، لانها بتطور العقل والذهن وبتخليه مركز جدا. الطفل اللي بيتحرك وبيتمرن عقله بينمو اسرع وتركيزه اعلى وثقته في نفسه اقوى. التمرين او الرياضه بتعلم الانضباط والصبر قبل ما تعلم القوه. اما التطوير العقلي الذهني، الرياضه بتغذي المخ قبل ما تغذي العضلات، لان الرياضه بتفتح حاجات كتيره في الجسم وبتمنع سموم تدخل جسمك، لان العرق اللي بيطلع من جسمك بيطلع سموم. كل تمرينه بتلعبها، كل نفس بتاخده، ده بيأثر على تفكيرك وقراراتك وحالتك الذهنيه. واهم حاجه البعد عن الحالة النفسية السلبية. الرياضة مش علاج سحري، بس هي أقوى سلاح ضد الاكتئاب والقلق والتوتر. مجرد ما تتحرك هرمون السعادة بيشتغل ونفسيتك بتفرق كتير جدا، وبتبقى في صحة ولياقة كويسة جدا. الرياضة مش جسم بس، رياضة تساوي عقل زائد نفسية زائد صحة زائد حياة أفضل. يا رب يكون تستفادوا بهذا الفيديو البسيط، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللي شاف الفيديو يشجعنا ويعمل متابعة للصفحة، لأن الصفحة دي هتأهلك للقوة وتحفزك للطاقة عندك وتخليك تتمرن أقوى وأسرع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.